اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم بنات؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم سويت طريقة عمل المنسف الأردني. هنا عندي كيلو مال لحم غنم. أنا طبعا ما مقصقصته، مخليته كبار اللحم لازم. راح استخدم وياه اليوم بهارات صحيحة. هنا عندي هيل ودارسين وقرنفل وماجي، راح اكتب لكم اياها طريقة بالوصف. هنا عندي كيلو مال لبن، لبن يصير لبن مال ماعز طبعا مال غنم. هنا عندي كيلو تمن، اي نوع تمن تقدروا تستخدموه. هنا للتقديم راح استخدم لوز وراح استخدم وياه فستق. اكيد طبعا ما ننسى الزيت والملح. هسه طريقة العمل، اول شيء انا طبعا غسلت اللحم وخليت عليه مي يغطيه. هسه راح اخليه على النار لحد ما يفور عندي. هنا بديت اغسل التمن غسلة زينة وراح انقعه. هنا راح اقعد التمن طبعا فد نص ساعة تقريبا. هسه اول ما فار اللحم عندي شلت الزفر مالته وراح اخلي عليه تقريبا بصل، حبة واحدة مال بصل انقطعتها لي بهالطريقة بس على مود اشيل الزفر مال اللحم. وراح اضيف عليه عندي البهارات الصحيحة، وبس يفور عندي طبعا انصيه على نار كلش هادية على مود يستوي براحته. راح اضيف عليه خشكتين مال اكل ملح. طبعا الملح اختياري حسب ما تحبون. صار هنا قلبته كل زين وراح اغطي عليه. هسه راح ابدي اسوي التمن. راح اخلي خشوقة مال اكل زبد وراح اخلي عليها زيت. راح اخلي عليه نص خشوقة مال اكل كركم، مو هواي لان ما يحب لون يعني اصفر قوي، لا لازم الصفار مالته يكون شوية فاتح. شوية بس طلعت عندي الريحة مال الكركم. هسه راح ابدي اضيف عليه التمن. بعد ما ضفت التمن طبعا عندي راح اخلي عليه من مي السلق مال اللحم. يعني حاولوا ما تخلون ويا البهارات هاي مالت الهيل ما هيل شي خفيف. راح اخلي عليه المي مال السلق مال اللحم. ولازم شوية تمن، مو يعني حباية مالت، لا لازم شوية ممرودة لازم تصير، مو كلش يعني التمن حب. راح اخلي عليه مي طبعا يغطيه قد اصبعين وراح اخليه على النار هسه لحد ما يفور عندي ويبدي نوب. بس يفور عندي انصيه. خليت عليه طبعا ملح. هسه ابدي اللبن. انا اللبن هنا اول شي الروبه طبعا هو عندي، اول شي سويته بالخلاط على مود ما يطلع عندي اي تكتلات. وراح اخلي عليه خشقه مال اكل نشا. هسه راح اشيل اللحم طبعا اول مره خبطه كل زينه حتى يذوب عندي النشا. هسه راح اخلي عليه اللحم بعد ما استوى. بعد ما ضفت القطع مال اللحم راح راجع على النار وابدي احرك بيه لحد ما يفور لبن عندي. لازم طبعا مدام هو على النار اني طبعا ما اعوفه حتى ما يفصل عندي، لان اللبن بس تخليه على النار يفصل عندك، فلازم يبدي يعني ايدي بي اني احركه. راح اخلي يعني نص خاشقه مال اكل ملح. وراح اخلي عليه فلفل اسود نص خاشقه مال اكل. هسه انا شلون بدا يدخل عندي. عليه المي مال السلق مال اللحم الزاد عندي. راح انت طبعا طعم كلش طيب. هسه تقريبا بقى على النار لمدة ربع ساعة. بعد شلون دخل عندي طفيت عليه النار. هسه هنا راح احمص. انا هنا عندي فستق وعندي لوز، راح احمصهم شوية على الطباخ يعني على النار بس ياخذون لون ذهبي. طفيتهم. هسه راح ابدي اقدمه. اول شي طبعا هنا عندي خبز، اني فاشة صينية خبز. راح ابدي انقعه باللبن مال اللحم، انقع الخبز بيه. ورا هسه هنا راح افرش التمن عليه. هسه هنا خليت عليه التمن وراح اخلي عليه اللحم اخر شي. وراح ازينه طبعا بلوز شويه كرفس اذا عندكم. طبعا طعمه كلش طيب طلع. اتمنى تجربوه. هو الطريقه الصحيحه طبعا بالاردن يخلون عليه جميد بس احنا ما عندنا، فاستخدمت البديل مالته اللي هو اللبن مال ماعز مال غنم.
وعليكم بالف عافية. أتمنى تجربوه. لا تنسون الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الاشتراك، تفعيل زر الإعجاب. بالعافية. اللي يجربه لا ينسى طبعا يكتب لي بالتعليقات.